اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض تتبيله مميزه جدا جدا للبانيه، ان شاء الله تعجبكم وهتجربوها وهتعتمدوها ومش هتبطلوا تعملوها. معانا نص كيلو من البانيه، هنضيف عليه 2 كيس من بهارات البطاطس بتاعت كنور، بتخليه يا جماعه زي طعم الفرايد تشيكن بالظبط، وزي البانيه بتاع المصانع والمحلات اللي بنجيبه من بره بالظبط. هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم بضايه، هنضيف عليهم رشه من الفلفل الاسمر ورشه من البابريكا ورشه من الملح، وهنضيف عليهم ربع كوبايه من الحليب وعليهم معلقه كبيره من خل الطعام. هنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض وهنسيبهم ساعه ساعتين لحد ما نجهز معانا الخلطه المقرمشه الخطيره اللي احنا هنعملها مع بعض. هتجيبي من عند العطار الخلطه الكريسبي بتاعه البانيه، وهنبتدي ان احنا نطحنها شويه في المطحنه بتاعه الخلاط عشان ننعمها. بعد كده هنضيف عليهم كيس من الفيجيتار بتاع كنور، وعليهم رشه من البابريكا ورشه من الملح ورشه من الجنزبيل البودره. هنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. بعد كده هنمسك قطع البانيه ونبتدي ان احنا نضغط عليها بالخلطه الخطيره اللي انتوا شايفينها دي. لازم تضغطي عليها كويس جدا جدا جدا. نصيحه كمان عايزه اقولها لك، لما تيجي تشتري البانيه خلي الراجل بتاع الفراخ يقطعهولك بسمك تخين شويه، ما يبقاش رفيع قوي علشان ما ينشفش معاكي ويبقى طعمه مش احسن حاجه. فالبانيه لما يكون متقطع تخين شويه بيبقى حلو جدا جدا جدا. خلصنا الكميه كلها بنفس الطريقه. هنحط بقى زيت على النار، زيت غزير يكون درجه حرارته فوق المتوسط بحاجه بسيطه علشان البانيه بتاعنا يستوي بالشكل ده. حاجه كمان عايزه اقولها لكم يا بنات، انا واثقه ومتاكده ان كل اللي هيجرب الوصفه دي هيعتمدها ومش هتبطلوا ان انتوا تعملوها، وواثقه ان انتوا اول مره تشوفوها عندي. وبتمنى ان انتوا تطلعوا لي الفيديو اكسبلور وتعملوا مشاركه كتير وتتابعوني لو انتوا مش متابعيني، وتفعلوا جرس الاشعارات علشان لما انزل وصفه جديده تدخلوا تتفرجوا عليا وتتابعوني. شايفين بقى الجمال والحلاوه بتاعه البانيه؟ حرفيا يا جماعه طعمه لذيذ لذاذه بجد خطير. بتمنى ان انتوا تحفظوا الوصفة عندكم و تعملوها دايما. وهنخلص الكمية كلها بنفس الطريقة وهنشوف مع بعض من جوه شكله عامل ازاي. بجد يا جماعة خطير خطير خطير. يلا نشوف كده قطع من جوه نقطعها وتشوفوا قد ايه من جوه يا جماعة تحفة. احلى بانيه ده ولا ايه؟ جميل جمال ملوش مثال. بجد يا جماعة حبة بانيه ملهمش حل. بتمنى تكون الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم ونالت رضاكم، واشوفكم تاني بوصفة جديدة. باي باي.